هعمل لكم النهارده فراخ بطريقه مختلفه علشان الناس اللي بتزهق من الفيجيتار ومش الفيجيتار والحاجات دي. هي حاجه شبه الفيجيتار بس حاجه تاني. بحبها انا بصراحه، انا واقف عشان اقول لكم انا بحبها. بس الطريقه دي بصراحه علمهاني اخويا قبل الجواز، قبل ما انا وهو نتجوز اصلا. هنحط فراخ كده قطع، سلقتها طبعا، سلقتها و بس شلت الجلد عشان احنا ما بنحبش الجلد، في ناس بتحب الجلد فنحطها. البيضه يا بيد واحده، لا ده فنانه. ونقفل ونقلبها كده، ايه، نخلي البيضه يعني تيجي فيها كلها. خلطه سبايسي في عادي وفي حار، احنا بنجيب العادي عشان الاولاد ياكلوا معانا. ونرش كلمينا بيجي في الخطوبه خليه يقعد يقلبها كده. احنا يا جماعه مش بنجود على فكره، اللي هي هتلاقوا الطريقه دي مكتوبه في ظهر العلبه. ازاي؟ يلا نطلع. طبعا اي حاجه مبهدله وكده مين هياخدها عادي جدا. طبعا. يا روحي ما حصلش، بديله احسن حاجه. انا دايما باخد الحاجات اللي هي خلصتوا انتوا. طب يعني هي امي كده. هي دي عشان الميه بامانه. ما يتاكلش من بدري. هي كده عشان ايه، ما اقدرش البس ميه. كانها بالفيجيتار على فكره، بس الطعم يختلف. يعني هي الطعم بتاعها بس مش بنعملها برضه في الكيس. الكيس بيخليها تاخد تكليفه مختلفه كده. فاهمين؟ واو، لا تحفه، لونها جامد وملمسها مقرمش زي القرنبيط كده. هي بتحب القرنبيط. تحفه تحفه بجد. الطعم الفراخ دي يا جماعه كانت عندي في الفريزر، الثلاجه كانت هتبوظ، مكانتش بتسقع. ومين اكلم الشركه العربي عشان احنا جايبين شرب، وحجزوا معايا بعد 3 ايام. المهم يعني بحكي لكم الحكايه دي كلها ليه؟ عشان اقول لكم ان انا طلعتها الشطاره، يعني ان انا طلعتها بسرعه قبل ما تبوظ. هي خلاص اي سقف ما كانتش بتسقع، الثلاجه ما كانتش بتسقع، الاكل كله كان يفك هيبوظ خلاص. رحت طلعتها سلقتها بسرعه. يا جماعه دي حته كده طلعت مبسوطه، دي حته برضه مبسوطه. ايه الطعم ده؟ زي شيبسي، طعم الشيبسي. عاش. الوش ما هو ناحيتين بس خلاص. خلاص اتحمر طلعه. شوفي كده الحمر. معرفش اعمل ستات بيطلعوا اكل ازاي. كده يا جماعه فينيتو، طلعناهم كلهم. ما بوظتش الزيت طبعا عشان ايه،
ما وزيتش الزيت عشان ايه؟ عشان كانها حاجه كده سايحه. انا مشتاق جدا اليوم. وانا كمان. يلا يا جماعه ندوق. سخنه قوي. دي بردت شويه. بصوا يا جماعه المنظر، انا عايزكم بس تركزوا في التفاصيل. للطلب والاستفسار. للطلب والاستفسار يا يا جماعه مش اعلان، مينا بيستهبل. بكام صحه واحده؟ ليه؟ اقول لهم بالسبب. سعر الخلطه ولا ايه؟ حاجه 30. سعر الخلطه حاجه 30. انت قلت لي امبارح ب 45. لا قلت لك 40. بس في خلطه تقريبا منهم يعني في أغلى؟ اغلى وارخص. يا لهوي. الصدر جبار. لسه كنت بقول لمنى فكره مش هقول لكم عليها عشان اعملها لكم مفاجاه. لما الفيديو ده في الفرن طبعا. مايكل اخويا. انا متهيألي دي برضه في الخطوبه. مره في الخطوبه. بعد ما التوابل تخش في بقك بعد لقمه والثانيه والثالثه تلاقي كل بقى كده ايه توابل بقى. رهيبه. جربوا الخلطه دي يا جماعه وقولوا لنا في الكومنتات حلوه ولا مش حلوه. انا باكل فيها بنهم لان هي فعلا جميله. اللي يجربها مش لازم اول ما الفيديو ينزل طبعا مش تلحق تجيبها. تاني يوم يعني جربها وتاني يوم اكتب لنا في الكومنتات انك جربتها رايك فيها ايه بجد. عشان الناس تتابع كومنتات. ها لو وصلت الفيديو ده 1000 لايك هنعمل لكم خلطات تاني وحاجات تانية حلوة. صح. بس في الفيديو بتاع امبارح ده قلت لهم مين ده الرقص؟ لا تستاهل الرقص طبعا. سلام الاكله دي بتعملنا مش مسابقه تطلع حلوه كده. المكرونه شويه مكرونه على شويه طحينه. اوبا وتخش في غدوه فيها انتفاخ بطن لمده 3 ساعات نوم. ما بيثقش في اكلاتي. مش حسابي قال انها هتطلع حلوه. يا روحي لا ما تقولش المنظر. دي جباره حلوه قوي. لا لا دي صح. ومنى بتعمل فراخ اللي هي بالفيجيتار تحفه معديه. كل مره تقول لي احنا مش عارفين ناكل ايه، ناكل فراخ في طريقه معينه ولا فيجيتار. تقول لي يا عم انت ما زهقتش. بحبها. سر في السلق. الفراخ دي مجمده. مجمده في الفريزر مش احنا ما بنحبش المجمد بصراحه، ما بحبوش ما خالص. باكلش مجمد. بنجيب في نفس اليوم بس دي هناك مشكلتها بتاعت الثلاجه كده. دي امر واقع يعني احنا اضطرينا ان احنا نعمل فراخ فاتت ولازم تتسوى يا باشا.